نديم قلب الأسد أو سيد نديم زي ما كلنا عرفناه في أيقونة المسلسلات العربية، رأفت الهجان. اسمه الحقيقي كان محمد نسيم. قام بدوره في المسلسل كان الراحل الكبير نبيل الحلفاوي. الراجل ده يا جماعة كان من أشطر رجال المخابرات المصرية وقتها. من خلال مسلسل رأفت الهجان عرفنا إن في ضابط مصري اسمه السيد محمد نديم، والسيد هنا لقب مش اسم زي الأستاذ فلان يعني كده. لكن بشوية بحث عن قلب الأسد اتضح إنه واحد من أقوى ضباط المخابرات اللي حصلوا في تاريخ أي جهاز مخابرات في العالم، لأن كان ليه أدوار مهمة جدا في تحليل وحل ملفات مهمة جدا. وواحد من أهم إنجازاته هو تدريب رفعت الجمال اللي هو رأفت الهجان، اللي اتعرف باسم ديفيد تشارلي سمحون، أو الاسم الحقيقي في إسرائيل جاك بيتون. ده حصل طبعا في فترة مهمة من تاريخ الصراع المصري الإسرائيلي. كان في جاسوس متخفي بينقل أخبار مهمة جدا لإسرائيل. المشكلة في إيه هي الأخبار؟ المشكلة إن الأخبار دي ما كانتش بتطلع غير من الغرف المغلقة جوه بيت رئيس الجمهورية محمد أنور السادات. احنا هنا قدام شخص قدر يخترق رئاسة الجمهورية بشكل مباشر. مين مصدر المعلومات؟ رئيس الجمهورية بنفسه. تعالى بقى هات كوباية الشاي كده وتعالى لي احكي لك على رواقة. واحد اسمه علي خليل العاطفي، وده كان شغال المدلك الخاص وخبير العلاج الطبيعي للرئيس انور السادات. عيل اتولد وعاش في السيدة زينب، ما حلتوش غير شهادة اعدادية. كان شغال في محل بقالة وبعده اشتغل في صيدلية، وهناك كان بيقابل زباين كتير، منهم ناس كبيرة، ناس محتاجة مساعدة في بعض الأمور العلاجية. زي إن مرة طلب منه راجل مسن يساعده في تدليك ركبته، واداله يومها تبس محترم، أو زي ما بيسموها الصناعية اداله دخان حلو يعني. أفندينا ده دخل دماغه قوي شغلانة التدليك دي، وبدأ يمرن نفسه عليها أكتر وأكتر. وكبر علي العاطفي واشتغل مساعد لمدلك أجنبي في المركز بتاعه. وفجأة بتقوم الثورة وبيمشي أجانب كتير من مصر، بما فيهم الأجنبي صاحب مركز العلاج الطبيعي ده. وبيلاقي علي العاطفي نفسه في ثانية صاحب المركز من غير ما يدفع ولا مليم. رقت معاه العملية على الآخر والفلوس كترت في إيده، وبعدها بفترة قدم في معهد تربية رياضية لدراسة العلاج الطبيعي بشكل علمي أكتر. اجتهد وكان شاطر لدرجة إنه كان ضمن بعثة بعتتها الدولة لأمريكا لدراسة العلاج الطبيعي بشكل أكبر، حاجة زي كده منحة علمية. ولما رجع بقى اسمه الدكتور علي، راح الدكتور علي جه. هو بالمناسبة هو راح قضاها خمرة وستات وما نفعش بنكلة، بس لما رجع فهم الناس انه اخد الدكتوراه فعلا وضرب شهادة كده خلت بقى عنده زباين من طبقة مختلفة تماما زي رجال المال والسياسة وبعض الفنانين. وبدأ يكون شبكة علاقات قوية جدا ببعض الشخصيات المهمة زي اللواء كمال حسن رئيس جهاز المخابرات المصرية السابق، والمهندس عثمان أحمد عثمان مؤسس شركة المقاولين العرب، بخلاف كابتن عبده صالح الوحش نجم الأهلي وقتها، وغيرهم ناس تانية كتير. بعدها بيبدأ بيشغل منصب مسؤول العلاج الطبيعي للفريق الأول بالنادي الأهلي، ودي كانت ستارة هايلة تدخله ربح أكتر، وده خلاه يعين في مركزه أخصائيين علاج طبيعي حقيقيين بجد. وتقريبا ما بقاش بيروح المركز إلا عشان حاجات معينة أهمها إنه يلم الأرباح بتاعة المركز مش أكتر من كده. وبيسافر علي العاطفي لهولندا عشان يتفسح. المهم هو هناك ما تعرفش كان مصطبح بقى ولا متنيل على عينه شارب ايه، وراح اخد بعضه وطالع على سفارة اسرائيل. السلام عليكم يا جدعان، انا عايز اشتغل جاسوس وش كده، بدون اي مقدمات والله. طبعا ترحيب عظيم في السفارة بسبب حالة التوتر اللي كانت بين مصر واسرائيل وقتها، وقالوا له يلا بينا اجهز وهنكلمك. فعلا كلموه بتوع الموساد في امستردام، وبدأ الشغل تحت ايد ضابط اسمه إيلي بيرجمان. في البداية طلبوا منه شوية معلومات بسيطة، والباشا طبعا جابها بالكربون زي ما طلبوها. بعدها استدعوه على امستردام عشان يبدأوا تدريبه بشكل أكبر. هيدربوه على اختراق القطاع الطبي والأكاديمي في مصر، وبدأوا تدريبه على الاتصالات اللاسلكي والحبر السري والحاجات بتاعة الجاسوسية دي كلها. غير انه اخذ منهم كاميرا صغيره جدا لتصوير اي مستندات مطلوبه. علي العاطفي طلب من الموساد شهاده دكتوراه من المعهد اللي سافر له في امريكا وفشل فيه، وكان طلبه طبعا مجاب اكيد بمنتهى البساطه. الموساد دايما ماشي مبدا مفيش حاجه ببلاش، ولما علي العاطفي طلب منهم الطلب ده، إيلي برجمان ضابط المتابعه بتاعه جات له فكره من وجهه نظره هتنفعهم جدا. جابوا له الشهاده بتاريخ قديم وقت ما كان بيدرس هناك، جابوا له عروسه في امستردام وجوزوها له وتكفلوا بكل المصاريف للجوازه. سبب الجوازه كان تامين علي العاطفي نفسه بشكل مباشر عشان محدش يساله بيجي كتير ليه على هولندا. إيلي برجمان الضابط بتاع المتابعه بتاعه قال له ان السادات دايما بيحتاج حد بتاع علاج طبيعي وتدليك في جهازه الطبي، فليه ما يكونش الراجل بتاعنا هو يكون اللي عايزه السادات. بتمشي خطتهم زي الكتاب ما قال، ولحسن حظهم بيتفتح اول معهد علاج طبيعي مستقل في مصر، وبعلاقاته قدر علي العاطفي يكون اول عميد للمعهد ده، وبدات الجرايد والمجلات تكتب عنه لحد ما لقى رتبه من رئاسه الجمهوريه جايه له، وبيتبلغ مدير مكتبه ان الرئيس سادات عايز يقابله. بيروح وبيقابل الرئيس وبيجتاز المقابله فعلا، وبيكون على راس الفريق الطبي الخاص بالسادات. والاحتفالات طبعا في اعلى مستوياتها عند إيلي برجمان وجهاز الموساد بتاعهم. الراجل بتاعنا بقى عايش مع السادات، يعني لو طلبت في مرة اننا نغتاله هنغتاله عادي جدا. كمية صلاحيات مكتسبة اخدها علي العاطفي بعد ما دخل الرئاسة. مفيش تفتيشات في اي سفرية، قاعة كبار الزوار في مطار القاهرة بتتفتح له. في نفس الوقت فلوس زي الرز بتتبعت له من الموساد بسبب كم التفاصيل
اللي بقى بيبلغهم بيها وهو مع الرئيس في اوقات كتير جوه القصر الرئاسي. بيتحرك بحريه تامه بكل حبره السري وكاميراته وجهازه اللاسلكي اللي في شنطته. بقى الفرخه اللي بتبيض لهم بيض ذهب، وبقى شخص مهم جدا بالنسبه لهم. بس عشان ربنا مش على مزاج حد، تكتشف المخابرات المصريه ان في حاجه غلط، في كم تسريب لمعلومات مهمه بتخرج والموساد بيعرفها. كم معلومات ما يخرجش غير من بيت رئيس الجمهوريه. الملف بيوصل هنا للسيد نديم او محمد نسيم، ضابط المخابرات المحنك، واللي بيبدأ يحط خطة ويبدأ يعمل خط مراقبة لكام مشتبه فيهم، منهم علي العاطفي. نديم قلب الأسد حط علي العاطفي مشتبه أول بسبب سفره المتكرر لهولندا، بغض النظر إنه متجوز هناك، وراح وراه فعلا في سفرية من سفرياته وراقبه بشكل شخصي، ولقى بيروح على سفارة إسرائيل بدون أي تمويه أو خطة للتخفي. كده الشك بدأ يزيد عند نسيم قلب الأسد، وبيرجع لمصر وبيبدأ يراقب علي العاطفي لما بيرجع بشكل مركز جدا، بس من غير ما حد ياخد باله. وحتى لما رجع هولندا تاني، صقر المخابرات بتاعنا كان في ديله، ولما تحولت شكوكه لتأكيدات أخد ملفه وطلع على رئيس المخابرات يبلغه باللي عرفه. رئيس المخابرات المصرية لما قرأ الملف اتضايق جدا جدا، لأنه حس بتقصير في قلة التحري عن علي العاطفي قبل ما يدخل الرئاسة. بياخد الملف بيطلع على السادات عشان يبلغه، لكن في الأول الرئيس أنور السادات ما صدقش. بس لما عرف ان نسيم قلب الاسد هو اللي ورا المعلومات، امر انه يكمل شغله ويقبضوا على علي العاطفي، اللي كانت صدمه كبيره جدا بالنسبه للسادات لانه كان بيعتبره صديق مقرب ليه. بالفعل بيتم القبض على علي العاطفي في كمين محكم حوالين بيته في الزمالك سنه 79 تحديدا في شهر مارس، لما تم اقتحام بيته وقتها. كل عنجهيه قال لهم انتوا ما تعرفوش انا مين، وبيتم القبض عليه. وكان لسه راجع من السفر من هولندا، طبعا كان خافي كل معدات التخفي بتاعته، لكن على مين يا معلم؟ الضابط نسيم قلب الاسد جاب الديب من ديله، وبعد شويه توتر من علي العاطفي قدام كلام نسيم قلب الاسد، انهار اول ما قال له نسيم اسم الي برجمان، الضابط اللي كان بيشغله، واللي وراله صوره ليه وهو قاعد معاه في حديقه عامه في امستردام. مراته الهولنديه غلبانه ما كانتش عارفه انه جاسوس، وانهارت اول ما دخلت عليه وهم قابضين عليه. علي العاطفي اتجسس على مصر من سنه 72، يعني كان ممكن يعرف تفصيل التوقيت الحرب، كان زمانه مبلغ وكنا رحنا في ابو نكله. اتعرض على السادات صفقات تبادل اسرى من ضمنهم علي العاطفي، لكنه رفض، ومن بعده رفض الرئيس حسني مبارك نفس الطلب. فضل مسجون وجاله عمى، وبعدها مات في 1990. اللعبة الحلوة دايما نقول عليها حلوة، والموساد نجح في زرع جاسوس في حتة مهمة جدا في مصر، زرعوه في الرئاسة مباشرة. بس اللعبة الحلوة من الخصم عمرها ما هتكمل طول ما في ضابط مصري اسمه محمد نسيم أو نسيم قلب الأسد من ملفات المخابرات المصرية العامة.